خايفة يكون بيتسلى وفي نفس الوقت مش عايز يخسره. هقولك سر بقى مفيش حد هيقولك عليه، هو انك اول حاجة تعمليها انك تاخدي خطوتين لورا. اكيد مش فاهمة انا اقصد ايه، يعني مهم ان يلاحظ في تغيير بسيط في طريقتك معاه. ما بقولش هنا ان احنا نتطاول والكلام ده، يعني باختصار مش لازم تكوني متاحة ليه طول الوقت، سواء رسائل او مكالمات او سوشيال ميديا والحاجات دي، عشان كمان تديله مساحة بانه يفكر كويس جدا هو عايز ايه بالظبط من العلاقه دي. ده غير كمان انه هيلاحظ بانك انت متغيره حبتين، وده اكيد هيخليه يقلق ويخاف بانه ممكن يخسر. فتره وجيزه جدا هتعرفي بقى من خلال تصرفاته وافعاله ناوي يعمل ايه، وساعتها هتاخدي بالك بانه بيضيع وقت ولا لا. تاني حاجة لازم تكوني عارفاها هي الوضوح والصراحة. مهم انك تتكلمي معاه بصراحة وتقولي له شكل علاقتنا كده مش مظبوط ومش صح، ومش في الاطار اللي مفترض تكون عليه، وان انت كده بتضيع وقتي وبتعطل حياتي، وان انت مش قابله ان العلاقه تكون بالشكل ده، بس بطريقه ظريفه ومهذبه. لازم يعرف كمان بان حياتك مش واقفه عليه، في حاجات كتيرة جدا مهمة في حياتك، ان مش هو محور الكون بالنسبة لك. حاجة كمان لازم تكوني فاهماها كويس جدا من بداية المفروض العلاقة، ان الافعال والتصرفات هي اللي تقدر تقول لنا بان الشخص ده فعلا بيحبنا او بيقدرنا ولا لا. ده لو الاجابة هتكون عندك بانه ما عملكيش اي شيء تضحية منه لاجلك والحاجات دي، يبقى علاقة كده مبهمة ملهاش أي معنى. اعرفي كمان الشخص اللي بيحب بيتمسك بالشخص اللي بيحبه، وبيضحي كمان علشان، وانه بيحسسه كمان بالامان، وانه يكون ملتزم تجاه العلاقه دي. اعرفي بقى ان العلاقات اللي بتكون ملهاش اي معنى او مش على اساس مظبوط بتكون نهايتها الفشل، ومشاعرنا بتتاذى والحاجات دي. فبلاش تضيع وقتك وعمرك هباء في علاقه مؤشراتها ربما تكون بتقولك ان الشخص ده مش جاد تجاه العلاقه، عشان هتضيع وقتك وعمرك. ده غير الاذى النفسي. وما تخافيش من خسارة حد انه مش هياخد اي خطوة علشانك او ما عندوش استعداد انه يضحي علشانك.